التشكيلة المثالية لكأس العالم 2026 أمريكا كندا المكسيك. في هذه الحلقة باش نعطيها لكم التشكيلة المثالية لكأس العالم 2026. مرحبا بكم في حلقتنا، نورتونا كالعادة مريول. الطليان غابوا عن كأس العالم وحضروا معايا أنا في فيديوهاتي على قليل باش ما ننساوهمش ويبقاو ديما في البال اساطير الدفاع. ويلا خلينا نبداو. اول حاجه باش نبداو بها هي المدرب اللي باش يكون مدرب اسبانيا، لويس ديلا فوينتي. الحقيقه هذا هو افضل مدرب في كأس العالم 2026. الحقيقه المدرب هذا وصل للنيفو عالي من العبقريه ومن الذكاء. المدرب ما خلاش فرنسا والارجنتين يخلقوا عليه حتى فرصه خطيره، ولا فرصه خطيره قدروا يخلقوها الفرنسيين والارجنتينيين على مرمى اسبانيا. الحقيقه المدرب هذا ممتاز للغايه تكتيكيا، ممتاز في غلق المنافذ والثغرات بذكاء عالي، في تمركز لاعبيه وتحركات لاعبيه في الدفاع في الحالة الدفاعية. الحقيقة المدرب هذا عجز فرنسا والأرجنتين بخطته الدفاعية وبطريقته الدفاعية وبعمله، وحتى بالاستحواذ اللي استحوذ ضد الأرجنتين. مبدع في الاستحواذ. علم لاعبيه تعليم الاستحواذ، قرر الاستحواذ للاعبيه قرايه. الحقيقه المدرب هذا ممتاز للغايه، باللي هو نحكي عليه وشويه عبقري للغايه. مدرب وصل نيفو عالي جدا من العبقريه. يلا مدرب اسبانيا هو افضل مدرب في كأس العالم 2026. ويلا نعطيكم اي التشكيلة المثالية لكأس العالم 2026. ونبدأ بحراسة المرمى. في حراسة المرمى باش نختار الحقيقة هذا راي نتحمل مسؤوليته، باش نختار بيكفورد. الحقيقة بيكفورد حارس من مستوى عالي وعالي، حاجة الحقيقة قليل وقتاش تشوف كيفها. حارس عجز الأرجنتين وعجز زاد النرويج عن التسجيل. الحقيقة هذا بيكفورد حارس عملاق بأتم معنى الكلمة. هزز انجلترا على ظهره ضد الأرجنتين وضد النرويج وضد كل المنتخبات. تميز وتألق بيكفورد. الحقيقة هو أفضل حارس في كأس العالم 2026 حسب رأيي الشخصي، وحسب رأيي يستحق جائزة القفاز الذهبي في كأس العالم. نمشيو لخط الدفاع ونبداو بالظهير الايمن. الظهير الايمن باش نختار حكيمي. الحقيقه حكيمي ساهم بشكل ممتاز مع المغرب في وصولها الى دور متقدم في كاس العالم. سجل اهداف، قدم اسيستات. حكيمي ابدع في كاس العالم هذا. والحقيقه يظهر لي ما فماش برشا اظهرت القوا في كاس العالم 2026، وتقريبا حكيمي هو افضل ظهير في كاس العالم هذا، يعني بمساهمته الهجومية وبمساهمته الدفاعية. حكيمي كان متميز مع المروك. ونمشي للظهير الأيسر. والظهير الأيسر زاد كيف اللي هو مغربي، اللي هو لاعب المنتخب المغربي، اللي هو أكيد مزراوي تميز على المستوى الدفاعي بشكل كبير وللغاية كبير ضد هولندا وضد كل المنتخبات. ضد البرازيل أيضا تميز مزراوي. الحقيقة رمز كبير للرجولة وللجرينتا وللروح القتالية. دفاعيا صلب عنيد للغاية. مزراوي قوته وتميزه كان على المستوى الدفاعي. الحقيقة ما ريتش ظهير أيسر قدم مستوى مثل مزراوي في كأس العالم 2026. ويلا ننتقلوا لقلوب الدفاع. في قلوب الدفاع طبعا زوز اللي هما لابورتا وكوبارسي. الحقيقة حبيت نختار روميرو، حاولت ولكن ما نجمتش ما نختارش كوبارسي ولابورتا اللي قبلوا هدف واحد مع اسبانيا في طيلة كأس العالم. حبيت نختار روميرو. الحقيقة روميرو يعجبني أكثر من لابورتا شوية، ولكن برا بطبيعتنا عندنا بنك بدلاء. بعديك نعطيكم شكون باش يقعد على بنك البدلاء. على كل حال كوبارسي ولابورتا هما باش يكونوا موجودين في التشكيلة المثالية لكأس العالم 2026. والتشكيلة هي هوني كالعادة.
وكهو يلا ننتقلوا للخط الوسط. وفي خط الوسط اكيد باش نختار ما نجم نختاروش، اكيد باش نختار البالون دوري اللي هو رودري اللي قريب من ريال مدريد. للتذكير رودري الحقيقة صلابة، قوة بدنية، ثقة بالنفس، روعة في بناء الهجمة. هذا رودري مبدع في الربط بين الخطوط، أيضا مبدع. قوة دفاعية، وساهم بشكل كبير في جعل إسبانيا أنها تقبل هدف وحيد في كأس العالم 2026. وبجنب رودري باش نلعب بزوز متوسطين ميدان دفاعيين اللي هما رودري ورايس. ديكلان رايس أحد أفضل متوسطي الميدان الدفاعيين في العالم، من لم يكن أفضلهم. ديكلان رايس الحقيقة أيضا أبدع مع الإنجليز، قدم مستويات كبيرة دفاعيا هجوميا. ديكلان رايس رسام فنان مبدع، وسجل ضد الفرنسيس هدف جميل، وقدم اسيست في المباراة اللي تسجل فيها 10 أهداف، مباراة إنجلترا وفرنسا. على كل حال رايس الحقيقة من أفضل اللاعبين حرفيا في كأس العالم، كأرقام، كدقة تمريرات، كروعة وجودة تمريرات، كبناء هجمة. من أحسن اللاعبين حرفيا في كأس العالم ككل. رايس ما نجمش ما نختاروش الحقيقة. وقدام رايس وقدام رودري شكون باش نختار؟ طلعي هذاك هو بيلينغهام. الحقيقة بيلينغهام سجل عديد الأهداف في كأس العالم، ويبدو لي صناع أهداف في كأس العالم. الحقيقة بيلينغهام ترشق مع الإنجليز على عكس أداؤه مع الريال. بيلينغهام كان هازز، نجم نقولوا كان هازز الإنجليز على ظهره في مباريات، في عديد المباريات. بيلينغهام الحقيقة أظهر أنه لاعب يملك إمكانيات كبيرة. على كل حال بيلينغهام موجود في التشكيلة، هذا المراوغ وصاحب الشخصية القوية والثقة بالنفس العالية وصاحب التسديدات الدقيقة والتمركز الذكي وإلى آخره. هذا بيلينغهام. في خط الهجوم على اليمين باش نختار أفضل لاعب في كأس العالم 2026 حسب رأيي الشخصي اللي هو ليونيل ميسي. باش نختاروا كجناح حيمن في هذه التشكيله، في التشكيله المثاليه لكاس العالم 2026. الحقيقه ميسي اول حاجه سجل 8 اهداف في كاس العالم. ميسي حرفيا طيله كاس العالم 2026 كان هازز الارجنتين على ظهره. الحقيقه ميسي ابدع مع الارجنتين وظهر بنسخه من احسن النسخ ليه في مسيرته. ميسي حرفيا هزز الارجنتين على ظهره في كاس العالم 2026، على عكس ما يقال عليه انه زملائه معاونين لا، ميسي هو اهم عنصر في الارجنتين. وكان مش ميسي الارجنتين ما توصلش لنهائي كاس العالم، ولكن في نهائي كاس العالم اكيد ميسي ما عمل شيء، واسبانيا والارجنتين الكل ما عملت شيء. وحتى ما قديش وصلت من كرة الكرات اللي مسهم يتعدوا على الصوابع في مباراته ضد اسبانيا في النهائي. ميسي الساحر الماهر المبدع، التوزيعات والعرضيات والتمريرات المليمترية الدقيقة السحرية، حرفيا السحرية، والتسديدات الصاروخية في 90 تمشي تجري وتتكدر. وكهو معناها يلا الجناح الأيسر واللي هو هداف كأس العالم أكيد عرفتوه كيليان مبابي، هو في التشكيلة المثالية لكأس العالم 2026. أكيد هو هداف كأس العالم ب10 أهداف. حسب رأيي زاد نجم نقول لك إنه كيليان مبابي هو أفضل لاعب في تاريخ كأس العالم، في تاريخ مسابقة كأس العالم. الحقيقة كيليان في مستوى آخر وفي قيمة فنية أخرى. ينجم يكون ونجم نقول عليه أفضل رأس حربة في التاريخ. نجمه في الأيام وفي السنوات القادمة نوليه ونوصفوه كيليان بأفضل رأس حربة في التاريخ، وهو أفضل وأهم عنصر في فرنسا، في منتخب فرنسا. ويلا نعطيكم رأس الحربة اللي هو إيرلينغ هالاند اللي سجل 7 أهداف. هالاند سجل 7 أهداف في كأس العالم 2026، وكيف زاد كان عنصر هام جدا مع النرويج، وتنجم تقول حتى قاد النرويج وهز النرويج على ظهره، رغم انه راس حربة
راس حربة يجسم أصغر الفرص ويسجل من أصغر الفرص. هالاند راس حربة عملاق الحقيقة، ما ينجم حتى مدافع يقرب له، يخافوا منه برشا مدافعين. هذا اللي ريته في كأس العالم 2026 من المدافعين اللي ضده بالراس يضرب بالساق ما يرحمش، دبابة بشرية حرفيا هذا هالاند. وفرح النرويجيين وقدم كاس عالم كبيرة مع النرويج. ونمشوا لبنك البدلاء. في بنك البدلاء باش نختار 7 لاعبين، واللي هو نبداو بحارس المرمى باش نختار 7 لاعبين. حارس، زوز في الدفاع ظهير وقلب دفاع، وزوز في الوسط، وزوز في الهجوم جناح وراس حربة. يلا نبداو في الحارس البديل للتشكيلة المثالية لكأس العالم 2026 اللي هو سيميون حارس اسبانيا. صحيح ما قدمش حاجة كبيرة برشا، ولكنه قبل هدف وحيد في كأس العالم ما نجمش ما نختاروش. الحقيقة قبول اسبانيا لهدف وحيد كان بفضل مدرب اسبانيا، ولولا مدرب اسبانيا حال اسبانيا تقبل اكثر من هدف، تقبل حتى 5 أهداف عادي جدا. اما مدرب اسبانيا خدم خدمة كبيرة برشا على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الدفاعي وعلى المستوى تمركز اللاعبين وطريقة لعب اللاعبين. برافو مدرب اسبانيا. الحقيقة هو رجل كأس العالم 2026. انا قلتها بعد ما بعدنا عليه شوية. المهم حارس اسبانيا ما نجمش ما نختاروش لانه قبل هدف وحيد في كأس العالم. ويلا نعطيكم الظهير، والظهير اللي على بنك البدلاء اللي هو باش يكون مارك كوكوريا لاعب ريال مدريد. والحقيقة مارك كوكوريا صحيح ما عملش حاجة كبيرة، لكن كان يظهر في المباريات، كانت اسبانيا تحسها تعمل عليه، تعطيه ياخذ برشا كوره، يحاول يلقى الحلول، يتحرك بالكوره برشا. كان بارز مع اسبانيا رغم انه ما ساهمش بشكل كبير في نجاح اسبانيا، ولكنه كان بارز كانت توصله برشا كوره، يتحرك بالكوره ويظهر برشا بالكوره ويحاول يلقى الحلول، ولكن ما لقاش برشا حلول الحقيقه. ولكن ما نجمش كيما قلت لكم ما ثماش أظهرة تألقوا بشكل كبير جدا في كأس العالم 2026. تلزيد باش نختار كوكوريا، هكا هو أفضل جوار ينجم يكون على البنك على مستوى مركز الظهير. يلا نعطيكم قلب الدفاع اللي باش يكون على بنك البدلاء، واللي الحقيقة نحب ندخله للتشكيلة الأساسية وما نجمدش، اللي هو روميرو. الحقيقة برجولية في الشوط الثاني ندخله كبديل مكان لابورتا. روميرو برجولية مع الأرجنتين يظهر بمستوى خارق للغاية، صلابة، جرينتا، روح قتالية، تركيز عالي، يمركي بالراس، حتى مع توتنهام يمركي بالراس، اما حتى مع الارجنتين يمركي بالراس، قوي برشا في الثنائيات الهوائيه والارضيه، مدافع معناها من احسن مرات العين الحقيقه. روميرو في كأس العالم 2026 روميرو في الشوط الثاني يدخل بلاصة لابورتا باش ما ضميري ما يأنبنيش. الحقيقة روميرو نحب ندخل التشكيلة وحاشم شوية. على كل حال روميرو يدخل في الشوط الثاني مكان لابورتا. بالنسبة لوسط الميدان باش نختار زوز لاعبين بطبيعة الحال على بنك البدلاء، زوز في الوسط، زوز بناكا للوسط اللي هما اسماعيل الصباري وعز الدين أناحي، الزوز المغربيين، الجوج كما يقولوا في المغرب الجوج. الحقيقة الصباري وأناحي كيف كانوا بارزين في كأس العالم، قدموا مستويات جميلة ورائعة وممتازة، خاصة الصباري. الحقيقة أبهر الجميع الصباري في دور المجموعات مع المغرب. هذا الشيء اللي خلى بايرن ميونخ تجيبه بالوقت من بيز في اندهوفن. الصباري اللي اصبح لاعب بايرن ميونخ بعد كاس العالم. الصباري قدم كاس عالم كبير برشا، كاس عالم للتاريخ، وحطم عديد الارقام القياسيه. الحقيقه نسيت بالضبط شنو هي الارقام القياسيه، ولكن حطم عديد الارقام القياسيه. العباد اللي تتبع لحظه بلحظه تعرف الارقام القياسيه اللي حطمها.
بطبيعة الحال بالأهداف اللي سجلهم، سجل يبدو لي 4 أهداف السيباري في كأس العالم، وحطم أرقام قياسية بهذه الأهداف. يظهر لي أسرع عربي سجل أسرع هدف لمنتخب عربي في كأس العالم. أكيد حطم عديد الأرقام القياسية في كأس العالم هذا السيباري. كيف أناحي زاد قدم مستويات كبيرة، سجل هدفين في كأس العالم. كيف يعني ولكن السيباري كان افضل بطبيعه الحال، بحكم السيباري يلعب حتى كراس حربه، وكان يلعب كمهاجم وهمي، كراس حربه، كصانع العاب. الحقيقه السيباري قدم مستويات كبيره. وناحي كيف كان ممتاز، صنع اللعب برشا للمغرب، وكان جيد دفاعيا وسجل هدفين. وناحي كيف لاعب جيرونا يظهر لي ماهوش باش يمشي الفريق كبير. ولا تحقيق كاس العالم هذا ما ريناش ملاعبيه قدموا مستويات كبيره برشا. يعني ما ريناش عديد اللاعبين اللي قدموا مستويات كبيره برشا، واللي قدموا مستويات كبيره برشا راكم موجودين في التشكيله الاساسيه، وفي التشكيله في البدلاء راهو فما تقريبا زوز ملاعبيه يصلحوا اللي هما روميرو والسيباري. ويلا نعطيكم البدلاء لخط الهجوم. الجناح اللي هو باش يكون كبديل، واللي هو عثمان ديمبلي، واللي سجل 7 أهداف. يظهر لي 7 أهداف حجه تكفي باش نخليها على بنك البدلاء. ومن هدفي كاس العالم عثمان قدم مستويات ممتازه، ولكن مازال يضيع، مازال في العاده السيئه نتاعو انه يضيع. الحقيقه اللاعبي هذا غبي شويه نجم نقولوا، باش ما نقولش المخرب التونسي. الحقيقه عنده شويه غباء عثمان ديمبلي، ما يركز قدام الجول في عديد الكرات، ما يسجلش الاهداف السهله في عديد الكرات. عدم تركيز، ثقته في روحه تغيب، شخصيته ضعيفه، ولا ما نعرف ايش بيه، معناها ما يركز ولا ربي يهدي وكهو. وبالنسبه لراس الحربه اللي باش يكون على بنك البدلاء اللي هو هاري كين، اللي سجل 6 أهداف في كاس العالم هذا، وقدم كاس عالم نجم نقولوا ممتاز بالنسبه ليه. سجل 6 أهداف في كاس العالم 2026 هاري كين، ويعطيه الصحه وكهو. يعني 6 أهداف من هدافي كاس العالم هاري كين كيف وكاو كملنا يزي فيه البركه. مبروك اسبانيا اللي حققت كاس العالم، مبروك اسبانيا في خاطر فلسطين. للتذكير اسبانيا هي اكثر دوله في اوروبا تدعم في فلسطين. للتذكير اسبانيا هي من اكثر الدول في العالم اللي يدعموا في فلسطين. اسبانيا دوله لها مبادئ وقيم انسانيه. برافو اسبانيا، نشكرها لانها تدعم في فلسطين، دولتنا العربية، دولتنا المظلومة اللي عذبوها وقهروها. مبروك اسبانيا، فرحت لها اسبانيا الحقيقة من قلبي. اسبانيا زاد نعطيكم معلومات اخرين تك. اسبانيا كانت سترفض المشاركة في كأس العالم 2026 في حال مشاركة الدولة الغير موجودة، ويظهر لي عرفتوها الناس الكل. وما ننساوش اللي عملوا ايضا لامين يامال في شوارع اسبانيا وقت رفع علم فلسطين واثناء احتفال فريق برشلونة بالتتويج بالليغا وكهو. يعني كيفاش نكملوا الفيديو، ما نجم نقول لكم كان عاشت فلسطين دائما وابدا، وان شاء الله فلسطين تتحرر ونفرحوا للناس الكل. وعاشت فلسطين دائما وابدا.